السلام عليكم. كتوجدوا السمن ديال رمضان ولا لا؟ كيعتمد قرائع على الطياب ويعتبر بديل صحي لزيوت الطبخ. شوفوا كيفاش مسمد والشكل ديالو رائع. تبعوا معايا الوصفة. غادي ناخدو واحد الكمية ديال الزبدة، هنا عندي كيلو. ماشي مشكل الا استعملنا زبدة مبصرة لاننا اصلا غادي نطيبوها. وهنا استعملت الزعترة، ممكن تستعملوا الزعتر. خديت واحد الكمية ديال الزعترة غسلتها وحطيتها فوق الزبدة. غنزيد ليها شي حبيبات د الحلبة، ما تخافوش راه ما كتعطيش الريحة. واخا ما عرفتش السبب علاش كدار الحلبة، ولكن جدودنا كانوا كيديروها غادي نديرها. زدت عليها واحد الحفينة ديال البلبولة، ممكن نديرو السميدة، وزدت عليها شوية د الملحة. من بعد كنديرها على العافية مهيلة، وكنبقى نحيد هذيك الرغوة اللي كتبان ليا الفوق. غير كتبان ليا بدات كتنشف شوية من الحليب، كنحيد هذيك الربيطة ديال الزعترة وكنخليها دائما على نار متوسطة، ما نشهدوش لها العافية ونبقاو مقابلينها، ما نغفلوش عليها. كنبقى مستمرة نحيد هذيك الرغوة اللي كطلع للفوق، ومن بعد كنهز هذيك البلبولة او الدشيشة اللي كاينه لتحت نشوفها الا بانت ليا بحال هكا ناشفة من الحليب، اذا صافي السمن ديالنا راه واجد. الا بان ليا الحليب باقي كاين راه خصني نزيد لها الطياب. هنا السمن ديالي ها هو واجد صافي، غادي نصفيه من البقايا ديال الزعتر والبلبولة، وغادي نديرو في قريعات ديال الزاج يكونوا نقيين ومن الاحسن معقمين. والسير باش يخرج ليا مسمد خصو يبرد ببطء. الا برد بسرعه كيولي جامد بحال الزبده. وإلا بغيناه يبرد ببطء، الناس زمان كانوا كيحطوا القرعه في السطل ديال الطحين. حنا يا اما نغلفوه بشي منديل كبير ولا شي فوطه، او ديروا بحالي كنسخن الفران وكنطفي ليه، وحطيت القراعي في الفران وخليتهم باتوا. هنايا في الاول غطيته واحد نص ساعه غير بمنديل باش ما يعرقش ليا الا غطيته شوفوا بالغطاء. تبارك الله الشكل ديالو كيفاش داير وكيفاش مسمد كيحمق. انا متاكده ماما ونصف الامازيغي راضيين عليا. السمن اودي كنز من التراث الامازيغي والمغربي بصفه عامه. زبده مصفاه غنيه بالمغذيات وكيعطي طاقه للجسم، وكيضيف طبعا نكهه مميزه لاطباقنا. وما نساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا ديال غدا.